مندوق بقى في الجبنه، وعنب كريسبي بالجبنه طعمه غريب قوي. لا ميكس مش حلو، ما تعملش كده، ما تعملش كده في نفسك. تعالوا بينا نخش على اللي بعده. يا جدع يا جدع استغفر الله. ده الممبار؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي فكره الممبار، دي الفكره نفسها صح؟ لسه الممبار هيجي اكيد. يعني مش عارفه انا المفروض ادوقه في ايه. يعني انا بمجرد ما هغوصه في حاجه كلتها قطمه. هم 3 قطع، المفروض ال3 قطع دول بمبلغ يعني وقدره. احنا في الاخر هنقول الاسعار عشان دي صدمه يعني بالنسبه لي. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من كده. وحش قوي. الخلطه كان فيها تراب. عارف وانت صغير كده اما كنت بتزنق صباعك في الكورنر تطلع تراب من عند الشباك تاكله؟ يا خرا شنو هذا؟ ايه ده طعمه مطرب والله. طعمه وحش جدا، حتى لا يعتقد انه يكون بيتي. ما يستاهلش خالص يعني المبلغ ده في ال3 قطع دول، وطعمه وحش. لا طبعا ما يستاهلش. عشان ما نبقاش ظالمين هجرب قطمايه كده في الليمون اللي مش قادره اكمله اصلا. ايه في ايه في ايه بجد في ايه؟ ايه تقول الدم ده؟ بانيه مفروم كده مع شويه خلطات، وقال يعني بتحس انك بتاكل بانيه بس هو مش بانيه. ده هيبقى هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. عشان ما نبقاش ظالمينها. في عيش، ناخد اخر قطعه مثلا في العيش. نصيحه لهارت اتاك، حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ ما تخترعش تاني جديد. ورق العنب مش مميز زي ما انا متوقعت بالنسبه لسعره. الممبار غالبا الممبار جاي لي بايظ، وده طعمه وحش جدا ومش حلو كتيست. ولو هو مش كتيست فهو جاي لي بايظ، ففي الحالتين موضوع سيء. تالت حاجه المسحب، القرمشه بتاعته بره طريه، هي مش كريسبي خالص، والفراخ من جوه مليانه زيت وطريه زياده عن اللزوم. فلو دي اختراعاتك ما تجربش تخترع تاني. 5 قطع ورق العنب ب25 جنيه، فلو القطعه ب5 جنيه فالموضوع ما يستاهلش بجنيه. اما بالنسبه للممبار فال3 قطع دول ب60 جنيه. اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم 3. يعني القطعه ب20 جنيه، انا ما ادفعش فيها ربع جنيه حرفيا. اما بالنسبه للمسحب فهو ب75 جنيه 5 قطع. 75 على 5 فيها كيف. كنت عايزه اكمل السيمتريه. طلعت ان انا ما بفهمش. انا حمار. انا بقول لكم على الهوا اهو، انا حمار. اما بالنسبه للمسحب ف 75 جنيه على 5 قطع، ده معناه ان الواحده ب15 جنيه. ما تعديش قوي بس ماشي. عايز تخترع ما تخترعش تاني الا في الليمون المعصفر. بجد اختراع ده انت ممكن تبقى مميز بالليمون المعصفر، وروح بقى افتح لك بتاع مخلل وهتبقى تمام. لكن اختراعات تانية في حاجات I don't think انها عجبت ناس كتير فما تخترعش. خليك في الفراخ اللي انت فيها، وخليك في محلات المخلل، غير كده ما تجربش. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومنشن صاحبكم الاكيل بس يكون جاي ياكل معايا ليمون بس. باي باي.